السلام عليكم. البارحة عدت من رحلة دولية وحصل لنا فيها موقف مؤثر بالحقيقة، جعلني أتوقف وأعيد حساباتي وأنثر هذه الخواطر. لما أقلعت الطائرة وبعد مضي 40 دقيقة تقريبا عادت الطائرة إلى أدراجها في أرض المطار بسبب خلل فني. تساءلت في نفسي ماذا لو كان هذا الخلل قد حصل في كبد السماء ولم يستطع الطيار أن يتصرف فيها ثم ذهبت الطيارة بمن فيها. هنا صورت الدنيا في عيني والله والإخوة والأخوات حتى صارت كأنها جب إبرة. عرض لي شريط حياتي سريعا، عرض لي الوالدان، الزوجة، الأولاد. هنا يشعر الإنسان في أمثال هذه اللحظات بفقره وضعفه وعجزه وحاجته دوما إلى التعلق بالله القوي العلي الكبير. هنا يتساءل الإنسان الذي وفق لبعض الأعمال الصالحة: ما جوابك لو قال الله لك: أكنت تريد بهذه الأعمال وجهي أم تريد بها غيري؟ ولا أدري في أمثال هذه المواقف ماذا يقول أولئك الذين لم يسافروا إلا ليعصوا الله عز وجل، كيف سيلقون الله تعالى؟ الموت ليس له زمن معين ولا مكان معين، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولكن الأمر الأهم أيها الأخوة والأخوات، ماذا قدمنا لمصرعنا هذا؟ وبأي شيء نلقى الله تبارك وتعالى وبما عمرنا أوقات. ها هي إجازة منتصف العام تلفظ أنفاسها ويقترب وقتها من النهاية، وهي نموذج مصغر لطريقة عيشنا في الحياة، فيا ليت شعري ستكون لنا أم علينا. الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين، وأن يحيينا وإياكم حياة الطيبين، وأن يتوفانا ربنا وهو راض عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.